السلام عليكم، رجعت لكم مقطع جديد. صلوا على محمد وآل محمد. ببداية المقطع اليوم أكلتنا مطبق الدجاج. هاي عندي فخاد غسلتها كلش زين وراح أبدي أحمسها، بس نصيلها النار شوية عمود ما تنحرق. ضل نحمس بيها. ورا الحمس أضيف لها ورق غار ونوم مبصرة مثل ما شفتوا، وهاي بصلاية قطعتها وشوية ملح وزيت زيتون، وأرجع أحمس بيها شوية كم دقيقة. وورا ما أكمل الحمس أضيف عليها البهارات مالتها. أضيف عليها بهارات صفراء وفلفل أسود، وأضيف مي. وأنا عفته يفور وكل شوية أجي أقلبه، وهذا شيء اختياري. عندي حمص مسلوق ضفته فوقه، أغطيه فد نص ساعة وأطفيه. هيك يكون عندنا استوى وكمل. ووراها نبدي نسوي الحشوة مالت التمن. هاي عندي بصلة وحدة هنا مقطعتها وشوية زيت وقاعد أحمس بيها هنا لحد ما يتكرمل اللون مالته. أضيف فوقه الكشمش وأظل أحمس بيه شوية لحد ما يستوي. هيك يصير شكله بعد الحمس، وهاي يكون كمل واستوى. نعزله على صفحة ماعون. نبدي نسوي الشعرية. شوية الشعرية وزيت وابدأ أحمس بيها لحد ما يتكرمل لونها. أضيف عليها مي يكون يغمرها، وأضيف قطعة ماجي وحدة. نص النار لآخر درجة ونغطيه ونعوفه يتهدر. هاي بعد ما تهدر شوية رجعت ضفت له شوية ملح وبهارات صفرة وفلفل أسود، وقلبته شوية وضفت فوقه الحشوة اللي سويتها قبل بساعة، البصل والكشمش، وعوفه يتهدر من لحد ما ينشف المي مالته. وبعد التهدير أطفي عليه النار وهيك يكون انتهى. وهسه راح أطبخ التمن. راح أسويه بزل. هسه عندي مي ضفت فوقه ملح وراح أخليه يفور. بعد ما يفور مثل ما شفتوا أنا عندي تمن غاسلته كلش زين ومنقعته نص ساعة. أصفي من عنده المي وأضيفه على المي الفاير وأخليه يقلب، وكل شوية أخوطه وأجيس التمناية أشوفها استوت لو لا. من تستوي أبزله. بعد ما بزلت التمن أرجع بنفس القدرية أضيف زيت زيتون شوية بالقاع، وأضيف التمن وأرجع أضيف شوية زيت زيتون من فوق. نخليه على نار هادئة أقل درجة عندنا حتى ما ينحرق من جوا. وضفت له شي اختياري هذا بهارات صفرة. انتو اذا حابين تضيفونها ضيفوها، واذا ما حابين عادي بلاها. ونقلبه ونغطيه ونعوفه فد ربع ساعة ونرجع له يكون هيك جاهز عندنا. وهاي بعد ربع ساعة رجعت له مثل ما تشوفون التمن نثري وجاهز للتقديم. سهمكم ألف عافية. لا تنسون تشتركون بالقناة وتضيفون لايك وتعليق حلو مثلكم. نشوفكم مقطع جديد. مع السلامة.